عارفين ايه اسرع حاجه في مصر حاليا؟ لا يا ولا مش النت ولا المونوريل، اسرع حاجه هي اصدار الاحكام. احنا الشعب الوحيد اللي بيبقى قاضي ومحامي ووكيل نيابه بعد الظهر وهو لابس الفانيلا الحمالات والبوكسر وقاعد يزقز لب على الكنبه. بنته قدمت بلاغ تحرش في اتوبيس. الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه طبيعي نستنى كلمة القضاء، انما تيجي ازاي؟ ما نبقاش احنا لو ما عملناش كده، ده حتى يبقى عيب في حقنا، ده الناس تاكل وشنا في كل حتة. فالحل بقى ان احنا نقعد نهبد ونتقسم فريقين ونبقى ألعن من الاهلي والزمالك ضد بعض. فريق يقول لك الواد غلبان شكله غلبان وده بقى اختصاصه يمسح البلاغ ويبص على البنت يقول لها يا استاذة ما هو اللبس اللي انت لابساه والبيرسينج هم السبب في اللي حصل، وكأن التحرش ده ليه كتالوج الوان. والفريق التاني اعدام الولد، ودول بقى اللي بيحكموا من قبل ما يشوفوا البطاقه حتى بتاعته. والغريبه بقى ان اول ما النيابه هتطلع البيان هتلاقي الموازين كلها اتقلبت بقدره لا اله الا الله وعينك ما تشوف الا النور. تلاقيهم بدلوا الكراسي، اللي كان بيشتم في البنت بقى يطبطب واللي كان بيدافع بقى بيسحب كلامه. شغل توقعات مسلسلات رمضان اللي بتيجي واحنا مش فاهمينها. وطبعا ده مش هياكل معانا، احنا محتاجين نهدى شويه. وبعدين اللعبة عمالة توسع، بدأنا نخش بقى في مسلم ومسيحي ونلعب بقى على الأوتار اللي بتوجع. وفجأة بقدرة لا إله إلا الله تلاقي الخرفان نزلوا الملعب هم كمان. يلا سخنوا، ما انتوا اللي اديتوهم فرصة ولعبتوا في الملاعب المفتوحة. فتلاقي بقى أصحابنا الحلوين الخرفان بقى يجيبوا لك فيديوهات قديمة، صور قديمة، صور متفبركة، أيا كان، تحرش قديم ويلا وزيطوا. شايفين مصر؟ الرجالة كلهم متحرشين. ونقلب فريقين تانيين بقى رجالة وستات، والرجالة تخش يلا ما انتوا اللي بتلبسوا كده، لبسكوا هو اللي بيعمل كده، كله من البيرسينج. ويلا بقى مولد وصاحبه غايب، يلا واللي عنده كلمة وحشة يخش يقولها، يلا اجر يا باشا. والهدف من ده كله ايه؟ الاستاد يولع. مش الخرفان سخنت ونزلت؟ التبديل التاني بخروج اهل مصر ونزول الخرفان. يلا يا باشا اتفرج على الاهداف، اتفرج على الاجندات، اتفرج على الفتيلة اللي هيرموها لك وكله هيولع في بعضه. يلا كله خش يطحن في بعضه. يلا يا ولاد. يبقى الكل عمال يطحن في بعضه وهم قاعدين بيتفرجوا من بره ويقولوا لك حيوه حيوه كتف ام ابوه. يلا يا باشا زيت معاهم. ايوه انت صح، ايوه البنت اللي غلط، لا وانت كمان صح، ايوه هو الولد اللي غلطان، ايوه لا البنت اللي ايوه. اضربوا بعض، يلا قوموا على بعض، يلا طحنوا في بعض واعملوا بلوكات لبعض واعملوا بلاغات ضد بعض. وكله كوم بقى، والنوع المشموم اياه ده كوم تاني. واحده منزله لك صوره بقى من حادث تحرش في مصر، ومنزله لك صوره من اوروبا حد قاعد في المترو وبنتين قاعدين مش عارف لابسين ايه وهو قاعد محترم مؤدب، وتقول لك بص الثقافه والرقي. يا ريتها كانت بركت عليكي. وبعدين يا حبيبتي ما هم فعلا ثقافتهم غيرنا. امال ايه؟ طبعا بيشربوا خمور نظيفه، بياكلوا لحم خنزير. البنت عندهم بتبقى عندها 16 سنه بتسيب اهلها وتبقى حره نفسها، ولازم تبقى مدام قبل ما تفكر تتجوز، وممكن تخلف وتربي وبعدين بقى يفكروا يبقوا يكتبوا كتب الكتاب الرايت بوك. يعني انتوا عايزين تقنعوني ان هناك مثلا مفيش سرقه، مفيش تحرش، مفيش عصابات، مفيش قله ادب علني في الشوارع؟ لا وفي اكتر بكتير، بس ما ينفعش اقول عشان الرقابه. ده الرؤساء بتوعهم بيروحوا الجزيره وبيبقوا كبار في السن مع بنات صغيره، لكن احنا بقى اللي غاويين نقعد نجلد في بلدنا. اي مقارنه مع اي صندوق زباله، الصندوق الزباله يكسب. المهم ان احنا نجلد في بلدنا. فلو اوروبا عجباكوا قوي كده روحوا هناك، اقعدوا زيهم كده في المترو وما تقلقوش الأجانب هيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. فيا ريت والنبي وحياة الحنبلي بالسجق اللي في دماغكم دوت، يا ريت ما نقارنش مصر باي حد تاني عشان كفة مصر هتكسب. والحمد لله عندنا سيدات مصر محترمات واحسن ستات في العالم، وعندنا شباب مصر الجدعان الرجاله اللي بيقفوا في كل المواقف. جرب عربيتك تعطل ولا عربيتك تعطل هتلاقي 100 شاب بيجري يزق معاك. جرب واحد ولا واحده عاملين حادثه لا قدر الله هتلاقي الشعب مصر كله معاك وبيطلبوا لك اسعافات وبيعملوا لك اسعافات اوليه. اذا كان مصر بتقف مع الملايين من الغرباء مش هتقف مع اهلها. اتفرجوا على خيرة شباب مصر الجدعان، شوفوا
شوفوهم في شهر رمضان اهو جاي، شوفوهم وهم واقفين في الشوارع بيوزعوا فطار على الناس اللي ماشيه، سواء مسيحي ولا مسلم بيقف بيفطر الناس. فبلاش تقارنونا مع حد وتشوهوا صوره بلدكم. كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، ربنا خلقنا كده، بس الحلو اللي عندنا والحمد لله على نعمه ربنا فيه الامن عندنا صح. شايفين شغلهم كويس ومش سايبينها سداح مداح زي دول تانية غيرنا. ده الشرطه المصريه بتبقى في المواقف دي اسرع من شبكه ال5G. البلاغ بيتقدم من هنا والتحقيق بيشتغلوا فيه تاني يوم، والصفحه اهي ما بتكدبش، بتنزل بلاغات زي الرز يا جدعان. البلاغ بيتقدم من هنا هوب تلاقيه متصور بقدره لا اله الا الله. في دول تانية بيدوروا عليه سنين. قبل ما تفتوا وتهبدوا وتحسسونا ان انتوا قرايب المتهمين ولا الضحايا، اصبروا ونشوف نتيجه التحقيق. بلاش انقسامات وفتن، محدش كان عارف ايه اللي مستخبي وايه اللي وصل الموضوع لكده. ونصيحه ما تسمعوش لطرف واحد ايا كان هنا او هنا، لان كل واحد فينا اكيد بيحب يجمل نفسه عشان اللقطه اللي بتتاخد قدام الناس والفكره اللي بتتاخد عنه وعشان التحقيق. اسمعوا من الدوله الشريفه ومن النيابه بعد ما تخلص تحقيق، علشان مصر هتفضل امنه وهتفضل فوق الكل. وتحيا جمهوريه مصر العربيه رغما عن انف الهبيده وعن انف الفيران اللي مستنيه الثغره تدخل منها علشان تخرب وتشعلل الدنيا. استقيموا يرحمكم الله. شيروها له.